اليوم احنا جينيراسيون زد هنا من اجل الاحتجاج بوقفه سلميه نطالب بمطالب لطالما كانت من حقنا صحه جيده، تعليم جيد، حمايه اجتماعيه. بغينا احنا صحه نمشي للسبيطار نلقى شكون يداويني، بغيت نمشي للمدرسه نلقى استاذ، نلقى مدرسه. كاين المجال القروي، انا قريت في المجال القروي ما كايناش مدرسه اعداديه، خاصك تمشي بلاصه بعيده، خاصك تكري وانت عندك 13 عام، خاصك تصرف على راسك وخاصك تعيش. وملي غتشد هاد الاجازه ما غتلقاش خدمه. علاش؟ حيت التكوين اللي تلقيتيه لا يتماشى مع سوق الشغل. سوق الشغل في اتجاه والتكوين في اتجاه. نطالب بحماية اجتماعية، ونطالب بحرية الآراء. نحن هنا من أجل إيصال صوتنا للعالم وإيصال صوتنا لجلالة الملك محمد السادس، لا للحكومة. نحن ضد الفساد وضد أن نحن سلميين ولا للتخريب. وكنقولوا أن الناس اللي خرجوا داروا التخريب لا يمثلوننا، ماشي الجينيراسيون زاد ديالنا هذيك، وماشي حنا اللي صيفناهم يديروا التخريب. نحن هنا جينا سلميين، ما هز معنا والو، جاي بكارطابل ديالي ديال الخدمه، جيت لهنا سلميه باش نهضر على حقي، باش نوصل صوتي لبزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس اللي ما قادرينش يهضروا. لهذا كنطلب من جلاله الملك محمد السادس يتدخل ويحل لنا المشاكل ديالنا اللي حنا كنعانيو منها، اللي حنا نورمالمون خاصنا نكونوا جيل المستقبل، الجيل اللي غيهز المشعل ديال هذا المستقبل. حنا اباء، من بعد غنكونوا حنا اباء وغنكونوا امهات في هذا المجتمع. يعني خاص تعطينا اولويه، وخاص ان الحكومه تبنى بالصوت ديالنا حنا، وحنا اللي نكونوا من اعضاء هذه الحكومه باش صوتنا يوصل ديما، ونكونوا حنا ركيزه في هذا المجتمع. لهذا حنا جينا هنا من اجل المطالب ديالنا اللي هي الصحه والتعليم والعداله الاجتماعيه والحريه لكل المعتقلين اللي تعتقلوا يوم السبت والاحد والاثنين وهما خرجت سلميه. يعني ما كانش الغايه ديالهم يوصلوا للتخريب، ولا كانت شي غايه مبيته كيف ما كنقولوا شي جهات اخرى. جا الاحتجاجات باش ندويو على المطالب ديالنا في التعليم والصحه، اللي واحد القطاعات اللي فيهم بزاف المشاكل. بحال مثلا فاش كنشوفوا الاحصائيات العالميه كنلقاو المغرب عنده نظام تعليمي من الاسوء في العالم. بالنسبه للرعايه الصحيه نفس الحاجه. هذه كلها مشاكل كبيره خاص نلقاو لها حل. مابقاوش كل مره نديروا لها حلول ترقيعيه كديرها كل حكومه. خاص يدار واحد على مخطط وطني يبقى مستمر واحد 20 30 عام، كل حكومه تلتزم به والملك يكون مشرف عليه ويبقى مستمر تيتحسن التعليم وتحسن الصحه. وكنتمناو الشباب يبقاو سلميين، وراه نبقاو متبعين الرساله ديالنا توصل لعند المسؤولين ان شاء الله. هذاك غلط كبير داروه، واخا هما كيقولوا انهم تعرضوا للعنف، ولكن خاصهم يتمالكوا الاعصاب ديالهم ويستمروا في السلميه باش الرساله ديالنا توصل. ما نخليوش شي ناس مزيانين في الدوله يشوهوا الرساله ديالنا، تبقى رساله سلميه وتوصل بطريقه متحضره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.